بتبدأ الحلقة وموجين بيروح مركز الشرطة وبيقول له انت محامي عمال والمفروض كنت تقدم ورقة قبل الاحتجاج ب 48 ساعة على الأقل. فبيقول له ان الاحتجاج في مكان العمل عادي، فبيقول له الكلام ده بقى تقوله قدام المحكمة. جو بتروح البيت وبتبقى جايبة لأختها آيس كريم، بس الأستاذة مش عاجبها الطعم، فبتقول لها انا فين اللي مكفيني، موجين اتقبض عليه النهارده. فبتقول لها كنت حاسة على فكرة، فبتقول لها مش تطمني عليه الأول، وبعدين انت عمرك ما اهتمتي بيا أصلا وأنا صغيرة، هو اللي كان بيتكلم معايا وبيديني مصروف وكان بيذاكر لي. بس هقولك ايه، انتي مش هتفهمي اصلا. تاني يوم ميجو بتخرجوا من الحبس فبيستغربها جدا وبيروحوا ياكلوا مع بعض وهي بتفتكر ايام وعدته. بيخلصوا وبيجيب لها ايس كريم بطعمها المفضل وبتسأله على رسالة الشكر اللي بعتها لها، وبيطلع بعت لها رسالة لما مامته قالت له انها كانت بتخرجها، وبيقول لها انت ممكن ترجعي البيت انا ببات في المكتب عادي، وكمان هيجو متضايقة من وجودك معاه في البيت، وبقى ابعتيلي صور لبوكا عشان مفتقده جدا. بنيجي بقى للعمال واللي بيبقوا قاعدين بيستريحوا في الأوضة بتاعتهم، وبيجوا الموظفين يكسروا اللوح بتاعة الاحتجاج بتاعتهم بالعافية، وبيجي موجين بيلاقيهم طاردينهم من الأوضة، وموجين بيقول لهم عشان تكملوا إضراب لازم تعملوا نقابة عمالية الأول وتتفاوضوا مع الجامعة، ولو رفضوا تحتاجوا. وفعلا بيعملوا كده وبينتخبوا جانج غيون رئيس للنقابة، وبيعملوا أول اجتماع مع الجامعة وبيرفضوا طلباتهم وبيهددوهم بالعقود بتاعتهم. فكده الجلسة الأولى فشلت، فبيروحوا بقى يعملوا احتجاج وبيعملوا خيمة في الجامعة يقعدوا فيها وبيوزعوا منشورات على الطلبة، وبتبقى الجامعة كلها زبالة لأنهم مضروبين عن العمل. فبيعملوا جلسة تاني مع المدير وبيبقى جايب لهم 3 طلاب وبيقولوا لهم إن الإضراب ده مش قانوني وإحنا اللي متأثرين، ولو موقفتوهوش هنرفع دعوى قضائية عليكم وهنطالب بتعويض كبير. فبيقولوا لهم إن العمال بس عايزين حقهم، فبيقولوا لهم إحنا ما يهمناش ده، إحنا شايفين إنكم مذنبين. فبيرجعوا العمال يقولوا للباقي على اللي حصل ويشوفوا هيكملوا ولا هيوقفوا، وبيقولوا هنوقف ونروح فين، يعني هنستخبى في الحمامات بعد كده؟ لا احنا لازم نكمل. وبيقولوا ان ال3 طلاب دول مش بيمثلوا الطلاب كلها، في طلاب كويسين كتير، وبيتفقوا ان حد منهم يكتب قصته الشخصية عشان يقدروا يوصلوا للطلاب عن طريق العاطفة، ومحدش فيهم بيبقى عايز يكتب قصته. بس يونج سوك بتنطق وبتقوله انا عايزه اكتب قصتي، وبتدخل في جسمه وبتقول انها يتيمة وانها اشتغلت حاجات كتير قبل كده بس كان احسن شغل بالنسبة لها إنها عملت نظافة في الجامعة دي. بس الفترة الأخيرة كانوا بيعملوا امتحانات إنجليزي صعبة عشان يقيموهم بيها، وبتطلب من الطلاب إنهم يفهموهم. المدير بيشوف مامة موجين في الحمام فبيهددها إن موجين هيتحبس. بيرجعوا يشوفوا المنشور اللي علقوه وبيلاقوا الطلاب كاتبين إنهم مش مهتمين ووقفوا اللي بتعملوه ده، فبيزعلوا جدا وبيحبطوا وبيقولوا إنهم لازم ياخدوا قرار إذا كانوا هيكملوا ولا لأ. وفعلا كلهم بيروحوا عشان بيبقى عندهم امتحان تاني يوم عشان يلحقوا يذاكروا حاجة، وبيبقى مش فاضل غير مامته بس، وهي بتبقى خايفة عليه من الحبس. وبيجوا 3 طلاب يشجعوهم وبيجيبوا لهم حاجة يشربوها وبيقولوا لهم إن باقي الطلاب ما يعرفوش حاجة، لو عرفوا هيشجعوكوا برضه وإحنا هنقول لهم. وبيفكروا إنهم ممكن يعملوا بث مباشر بكرة من الامتحان والناس تشوفه وتتفاعل معاه، بس بيقولوا إنهم مش هينفع يدخلوا عشان هم عارفينهم. فبيجي لهم فكرة إنهم يصوروا الامتحان من خلال النضارة اللي هتلبسها مامة موجي، وهما بيبقوا في قاعة قريبة عشان البث ما يقطعش، وبيوروا الناس الرسالة بتاعت الملابس الرسمية وورقة الامتحان. والطلاب بيشوفوه وبيقولوا إن الأسئلة دي صعبة جدا وإنهم نفسهم ما يعرفوش الإجابة، والمدير بيقعد يتريق عليهم عشان مش عارفين يحلوا عشان كانوا مشغولين بالاحتجاج. واحد من الموظفين بيعرف بالبث فبيقوله عليه، فالتاني بيتعفرت وبيقعد يستخبى في الأرض مش عارف مين اللي بيصوره. رئيس الجامعة بيجيله مكالمات كتير جدا فبيبعت الأمن يدوروا عليهم، فبيروحوا هما الاتنين عشان يصوروا من مدرج الامتحان. فبيستخبى ورا الموظف وبيحاول ياخد الكاميرا منه ويكسرها، فبيفتحوا بث من التليفون والمدير بيقول لهم انا مش هعدلكم الحوار ده، انتوا بتصوروني من غير اذني. فبيقولوا له انت مش مكسوف باللي انت بتعمله في العمال ده؟ فبيقول لهم احنا ما اجبرناش حد على حاجه، الامتحانات دي بيحضروها بمزاجهم وبعدين انا هتعامل معاكم بشكل قانوني بعد كده. فموجين بيدخل وبيقول له ان اللي بتعمله ده مش قانوني وان الامتحان ملهوش علاقه بشغلهم وانك كده بتاذيهم نفسيا. فأم موجين بتاخد المايك تكلمه فبيقول لها مالكيش حق تتكلمي اصلا يا اللي سبتي الورقه فاضيه. فبتقول له بما انك بتختبرنا فانت اكيد عارف اكتر مننا، تقدر تقول النشيد بتاع الجامعه؟ فبيقول لها مين اللي هيحفظ نشيد الجامعه؟ فبيقوم كل واحد من العمال يغني النشيد بتاع الجامعه
فرئيس الجامعة بيكلمه فبيتعقد زيادة. مسؤولين كتير بيجتمعوا مع الرئيس وما بيبقاش عاجبهم اللي بيحصل ده أبدا، والطلاب بيعملوا احتجاج عشان يلغوا الامتحانات دي. الجامعة فعلا بتلغي الامتحانات دي وبتعتذر وبيرجعوا الناس اللي اتبطلت بسبب. يونج سوك بتشكر موجين على كل اللي عمله عشان وإنها استريحت، فبيقول لها ما تقلقيش، كمان احنا هنخلي بالنا من كونج جي. فبتقول له أنا عايزة أقول لك حاجة، هي اسمها باتشيا مش كونج جي. وبتشكره وبتمشي في سلام، وأمه بتشوفه بيكلم نفسه فبتقوله ما تكلمش نفسك تاني، باين عليك إنك مجنون. فبيرجعوا الأوضة وبتبقى السيدة بارك اللي اتطردت رجعت تاني، فبيحتفلوا بيها وبيروحوا البيت ياكلوا هناك. ومامة موجين بتزعق مع جوزها إنه شك فيها فبعت ابنها وراها، وبينادوا على كونج جي فما بيتردش، فبيناديها موجين بباتشيا فبتيجي، وبيضحكوا إنهم ما كانوش عارفين اسمها، وبيودعها وبيمشي. فون جو بتقوله الحقنا جالنا تسمم احنا في المستشفى، فبيروح لهم بس بيلاقي يونجي هناك وبيبقى مش عارف هو في المستشفى ليه، وبيبص في المراية وبيطلع انه شبح. وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.